السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا سنة تانية؟ النهاردة بإذن الله هنبدأ مع بعض بأول درس في منهج الدراسات للترم التاني، ودرسنا بعنوان نمو وتوزيع سكان قارتي آسيا وأوروبا. لكن مبدئيا خليني أفكرك إن أنت لازم تتأكد من اشتراك القناة وفعل جرس الإشعارات للكل، لايك للفيديو ده وده علشان توصلك كل جديد أو يوصلك كل جديد من القناة. في درسنا هنتكلم عن النمو السكاني في قارتي آسيا وأوروبا، وكمان التوزيع السكاني في القارتين دول، وكمان المشكلات السكانية اللي موجودة في القارتين. بالنسبة لأول نقطة وهو النمو السكاني في قارتي آسيا وأوروبا سنة تانية، فإحنا هنتكلم عن حاجتين. النمو السكاني بالنسبة لنا هو عدد السكان وتطور عدد السكان ده. يعني إيه؟ يعني عدد السكان هل هو بيزيد بطريقة مثلا سريعة، هل في المتوسط، ولا العملية بتتم ببطء؟ كل ده هندرسه في أول عنصر في درسنا وهو النمو السكاني في قارتي آسيا وأوروبا. أول نقطة وهو عدد السكان، يعني نتكلم على عدد السكان سواء كان في قارة آسيا أو قارة أوروبا. فبالنسبة لنا قارة آسيا هي أول قارات العالم من حيث عدد السكان، وطبعا عدد سكانها بيمثلوا حوالي نص سكان العالم كله. بالنسبة لأكبر الدول اللي موجودة في قارة آسيا والعالم كله من حيث عدد السكان فهي الهند. أول دولة على مستوى قارة آسيا والعالم كله في عدد السكان هي الهند. من بعدها الصين، فهي بتحتل المرتبة التانية آسيويا وعالميا. طيب بالنسبة للنقطة دي ايه ممكن الأسئلة اللي تكون على الجزئية دي من الشرح؟ طبعا هنا ممكن مثلا سؤال يجيلك سؤال هو اختر إجابة صحيحة مما بين قوسين، وهو الدولة التي تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد السكان في قارة آسيا والعالم كله. المرتبة الثانية هل هي السعودية، اليمن، الهند، الصين؟ ممتاز، السنة تانية طبعا الصين. طيب بالنسبة كمان سؤال بصيغة تانية وهو اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة مع التصويب. تعتبر قارة أوروبا أولى قارة العالم من حيث عدد السكان. العبارة دي برافو خطأ طبعا، لأن هي قارة إيه؟ ممتاز، هي قارة آسيا. طب بالنسبة للنقطة دي سنة تانية حابة كده نعمل استفتاء، ولو حابين إن إحنا في كل جزئية نطرح الأسئلة المتوقعة على جزئية الشرح دي، فيا ريت تكتبوا في الكومنتات إن أنتم طبعًا عايزين أسئلة على كل جزئية شرح. نكمل الدرس بتاعنا. أما عدد سكان قارة أوروبا، فأوروبا بالنسبة لنا هي تالت قارات العالم من حيث عدد السكان. بيقل السكان عن عشر سكان العالم كله تقريبا، وبالنسبة لهم أكبر الدول أو أكبر دول القارة من حيث عدد السكان عندنا روسيا الاتحادية وهي أولى دول أوروبا، ومن بعدها ألمانيا اللي هي تاني دول أوروبا من حيث عدد السكان. بالنسبة لنا الخريطة دي بتوضح لك كده الدول طبعًا اللي اتكلمنا عنها في سواء كانت من الدول الأكثر سكانًا في قارة آسيا أو أكثر سكانًا في قارة أوروبا. سؤالي هنا يا سنة تانية وهو اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير صحيحة مع التصويب. يقل عدد سكان قارة آسيا عن عشر سكان العالم. العبارة دي صحيحة والّا خطأ؟ برافو، دي طبعًا خطأ، لإن يقل عدد سكان قارة أوروبا عن عُشْر سكان العالم. طب بالنسبة لتطور عدد السكان، بالنسبة لتطور عدد السكان في آسيا وأوروبا، فده النموذج اللي بيوضح لك التطور ده أو الزيادة دي في عدد السكان سواء كان في قارة آسيا أو أوروبا. طبعًا في النموذج اللي قصادنا ده بيوضح لك أو الرسم البياني ده بيوضح لك عدد السكان أو زيادة عدد السكان في قارة آسيا وأوروبا على مدى السنين من سنة 1950 ل1975 و2000 و2025، وهنلاحظ إن العمود اللي لونه فوشيا ده بيمثل قارة آسيا، والعمود اللي لونه موف بيمثل قارة أوروبا. هنلاحظ كمان إن طبعًا قارة آسيا المعدلات بتاعتها في زيادة ملحوظة، أما قارة أوروبا ففي الزيادة بتاعتها يعني ما فيش فرق واضح أو شاسع بين الزيادة والتانية، تقريبًا متقاربين. فاستنتاجنا كله من الشكل البياني ده إن عدد السكان في قارة آسيا بيزيد ما بين عام 1950 ل1025 بنسبة 250% تقريبًا، يعني بينما عدد السكان اللي موجودين في قارة أوروبا أو زيادتهم في قارة أوروبا بتزيد في نفس الفترة دي زادت بس 35%. يعني هنلاحظ إن النمو السكاني بيختلف في القارتين، بيزيد عدد السكان في قارة آسيا بسرعة فائقة مقارنة بقارة أوروبا. العوامل أو الأسباب
الأسباب المؤثرة في النمو السكاني بقارتي آسيا وأوروبا هما 2: معدل الزيادة الطبيعية، الزيادة الغير طبيعية اللي هي الهجرة. يعني إيه الزيادة أو معدل الزيادة الطبيعية؟ معدل الزيادة الطبيعية سنة تانية يعني إحنا بنقصد بيه هو الطرح معدل المواليد من معدل الوفيات. فمثلا عندنا في العالم كله معدل المواليد كان 17 في الألف، ومعدل الوفيات كان 7.6 في الألف، والكلام ده كان في 2025. إنما لو بصينا على قارة آسيا هنلاحظ في نفس السنة إن معدل المواليد عندهم كان 15.2 في الألف، أما بالنسبة لمعدل الوفيات كان 7.4 في الألف. فده معناه إيه؟ معناه إن النسب متقاربة جدا. قارة آسيا عدد مواليدها متقارب من نسبة معدل المواليد اللي موجود في العالم كله، وكمان معدل الوفيات عندهم مقارب لمعدل الوفيات على مستوى العالم. أما لو قارة أوروبا هنلاحظ إن عدد المواليد منخفض جدا، 11.4 في الألف، ومعدل الوفيات 10 في الألف. فده معناه إيه؟ معناه إن قارة أوروبا معدل الزيادة الطبيعية بتاعتها في تناقص أو بتكون بالسالب. يعني إيه الكلام ده؟ هنلاحظ كده من الشكل البياني ده بيوضح لك الزيادة الطبيعية لآسيا وأوروبا والعالم كله في 2025. واستخلاص كده التحليل ده أو الرسم البياني ده فبيوضح لك إن قارة آسيا معدل مواليد عندها متقارب مع المعدلات العالمية. أما بالنسبة لمعدل المواليد الموجودين في آسيا هو بيرتفع عن معدل الوفيات لأن المواليد أكبر من الوفيات، وعلشان كده بلغ معدل الزيادة الطبيعية عندهم حوالي 7.8 في الألف لسنة 2025. لو هنلاحظ بالنسبة لقارة أوروبا فالوضع عكس قارة آسيا تماما. ليه؟ لأن عدد المواليد عندهم بينخفض، فحوالي هو 10 في الألف عن المعدل العالمي اللي هو حوالي 17 في الألف. أما بالنسبة لمعدل الوفيات فهو بيرتفع جدا، فهو 11.4 في الألف، وهو بيرتفع عن معدل العالمي اللي هو أصلا أقل من 11 وهو 7.6 في الألف. ده بالنسبة معدل الوفيات الموجود على مستوى العالم كله. إنما قارة أوروبا فهي 11.4 في الألف. فده بيعنينا ايه؟ بيعنينا ان بيرتفع معدل الوفيات في قارة اوروبا عن معدل المواليد، وعلشان كده اصبح معدل الزيادة الطبيعية الموجودة في قارة اوروبا بالسالب. يعني ايه بالسالب؟ يعني هما بينقصوا مش بيزيدوا. الكلام ده عكسه موجود في قارة آسيا. يعني آسيا النمو السكاني أو الزيادة الطبيعية بتاعتها عالية جدا لأن المواليد أكتر من الوفيات، وكمان المواليد والوفيات الاتنين نسبهم أو معدلاتهم بتتقارب على مستوى العالم كله. أما بالنسبة لأوروبا في عدد السكان بتاعهم أقل أو بيتناقص بسبب إن معدل المواليد منخفض عن معدل الوفيات، لأن الوفيات بترتفع جدا في قارة أوروبا. هنلاحظ السنة تانية إن في القرن العشرين، في منتصف القرن العشرين بالظبط ولحد ما وصلنا للقرن ال21 تقريبا، كل النمو السكاني الموجود في قارة أوروبا بينخفض فيه معدل المواليد ومعدل الوفيات، واللي ترتب على ده انخفاض معدل الزيادة الطبيعية، وكمان حققوا استقرار سكاني بيتناسب مع خطط التنمية. فأنا هنا عندي سؤال: ما النتائج التي ترتبت على اتسام النمو السكاني بقارة أوروبا بانخفاض معدل المواليد ومعدل الوفيات؟ اللي ترتب على ده ايه؟ 2. أول حاجة إن معدل الزيادة الطبيعية بتاعهم ايه؟ منخفض، انخفاض معدل الزيادة الطبيعية. زائد تاني حاجة حصل ايه؟ حصل ايه بالنسبة لخطط التنمية؟ حققوا استقرار سكاني، لان استقرار السكان او عدد السكان ناسب او تناسب مع خطط التنمية اللي كانت موضوعة. طيب في الآونة الأخيرة أو في الفترة الأخيرة مع بداية القرن العشرين كده بالظبط في سنة 2025 لحد ما وصلنا ل 2025 استمر انخفاض معدل المواليد في أوروبا. ليه ما زال في معدل مواليد في أوروبا بينقص أو بينخفض؟ ده لعدة أسباب. عندهم تأخر في سن الزواج، عندهم ارتفاع مستويات التعليم، زائد كمان ان الست عندهم بتشارك في سوق العمل، زائد كمان ان هم بيفضلوا وبيحبوا ان الأسر بتاعتهم تكون عددها صغير. فدي أسباب أدت إلى انخفاض معدل المواليد في قارة أوروبا. كام سبب؟ 4: 1. تأخر سن الزواج، 2. ارتفاع مستويات التعليم، 3. زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، 4. تفضيل الأسر صغيرة العدد. ايه سبب ارتفاع معدل الوفيات في أوروبا عن المعدل العالمي؟ ده بيرجع ان عندهم
نسبة كبار السن كبيرة جدا. يعني ايه؟ يعني معظم السكان الموجودين في قارة اوروبا سنهم بيعدي 60 سنة، فطبيعي جدا معدل الوفيات عندهم بيزيد. وبالنسبة ان احنا ذكرنا او عرفنا ايه الاسباب اللي تؤدي الى انخفاض معدل المواليد، فعندهم كده معدل وفيات اكبر بكتير من معدل الوفيات اكبر بكتير من معدل المواليد. وعلشان استمرار انخفاض معدل المواليد وارتفاع معدل الوفيات باوروبا، بالتالي حصل عندهم ان الزيادة الطبيعية عندهم بالسالب. يعني ايه بالسالب؟ يعني هم بينقصوا، لان الزيادة الطبيعية هو معدل المواليد ناقص معدل الوفيات. فمعدل المواليد عندهم 10 في الألف، ومعدل الوفيات 11.4 في الألف. فبالنسبة للزيادة الطبيعية عندهم سالب 1.4 في الألف، فبالتالي هم بينقصوا مش بيزيدوا. طب وايه اللي ترتب على تناقص عدد سكان قارة اوروبا في الفترة الاخيرة؟ اللي ترتب عليه ادى ذلك الى قيام اوروبا بتشجيع مواطنيها على زيادة المواليد. طيب هشجعوهم ازاي؟ ان هم قاموا بتطبيق عدة الاجراءات بتاعتهم ان هم ساعدوا الاسر ماليا، وان هم منحوا الامهات اجازات طويلة علشان يرعوا اطفالهم. فانا هنا ما النتائج المترتبة على تناقص عدد سكان قارة اوروبا في الاونه الاخيرة؟ ايه اللي ترتب عليه؟ قامت أوروبا بتشجيع مواطنيها على زيادة المواليد، وعلشان يشجعوهم عملوا عدة إجراءات، منها مساعدات مالية للأسر، وزائد إن هم يمنحوا الأمهات أجازات طويلة علشان يرعوا أطفال.